أبطال سنة 6، أهلا بيكم. النهاردة نحل مع بعض صفحة 81 و82 من كتاب جيم الأضواء إنجليزي سنة 6. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. أول حاجة عندك في اللي تشوز هنا، أول حاجة هتقوله فلوز يعني بتفيض. عندك برينجز يعني بيحضر أو بيحيي. رقم 3 هتقوله نايل بريرش، عندك هنا اللي هو السمك النهري او النيلي. رقم 4 هتقول له كروكودايلز اللي هي التماسيح. رقم 5 هتقول له كينج فيشرز اللي هو طائر الرفراف. رقم 6 هتقول له فلودد فيضان او غمر. بيقول لك هنا ان ذا باست في الماضي ذا نايل النيل اوفن غالبا هتقول له فلودد كان بيعمل فيضان وغمر ذا لاند للارض. فارمرز هتقول له جرو بيزرعوا فود الطعام. عندك رقم 8 ذا نايل بروفايدس كلين بيمدنا بالمية النظيفة فور بيبول للناس. عندك هنا رقم 9 هتقول له ذا ريفر هيلبس ميني بيبول فايند جوب بيساعد الناس انها تلاقي شغل. عندك هنا بيبول جرو فيجيتابلز بيزرعوا خضروات. هنا في الريد اند كومبليت رقم 1 هنا هتقول له لايف. رقم 2 هتقول له بروفايدز يعني بيمد. رقم 3 هتقول له تمبلز اللي هي المعابد. طيب تعالى كده، عندك يا بطل في سؤال القطعة أول حاجة هتقول له هنا 6650 كيلو متر. ذا نايل ريفر is 6550 كيلو متر. ذا underlined pronoun it هتقول له ذا نايل ريفر عن نهر النيل. why is the Nile important for farmer ليه مهم للفلاحين. رقم 3 اهو هتقول له farmer use this بيستخدموه to grow wheat عشان يزرعوا القمح and vegetable والخضار. رقم 3 اهي. رقم 4 how do people travel in the river ازاي كانوا بيسافروا عبر النهر. رقم 4 هتقول له input في قوارب. طيب رقم 5 summarize the text into sentence في لخص النص في جملتين. اول جملة اهي اللي انا محددها لك على لحد the river، والجملة التانية لحد هنا من اول هنا many people عدد من الناس، يبقى دي الجملة الاولى اللي فوق ودي الجملة التانية اللي تحتها. وده الترتيب اهو. وده سؤال البانكتويت اللي هو علامات الترقيم. بكده يا بطل نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.